السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعرف نتائج مباريات الدور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي. هنعرف نتائج مباريات الذهاب ومباريات العودة، وهنعرف كمان مواعيد مباريات الدور قبل النهائي، كمان هنعرف موعد نهائي البطولة. دلوقتي هنعرف نتائج دور الثمانية مباراة الذهاب من بطولة الدوري الأوروبي. ليفربول وأتلانتا، انتهت بفوز أتلانتا في ملعب ليفربول 0-3. مباراة العودة انتهت بفوز ليفربول 0-1 في إيطاليا. بهذه النتيجة يصعد فريق أتلانتا الإيطالي بنتيجة المباراتين 3-1. المباراة التانية معانا كانت بين فريقي بنفيكا البرتغالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، وانتهت بفوز بنفيكا البرتغالي 2-1. مباراة العودة انتهت بفوز فريق أولمبيك مارسيليا 1-0، ليصبح مجموع مباراتين 2-2. وللأسف الظاهر كده الهدف اللي أحرزه أولمبيك مارسيليا خارج أرضه المباراة اللي فاتت ما مش بهدفين، مش زي بطولة دوري أبطال أوروبا كده تحسب بهدفين، لأ ده اتحسب بهدف واحد عادي. فعشان كده الفرقتين لعبوا ضربات جزاء، وقدر فريق أولمبيك مارسيليا أن يفوز بضربات الجزاء على فريق بنفيكا البرتغالي 4-2، ويصعد إلى دور قبل النهائي للبطولة. ننتقل لمباراة أخرى، وهي مباراة إي سي ميلان الإيطالي وروما برضو الإيطالي. مباراة الذهاب انتهت بفوز روما خارج أرضه في ملعب الميلان 0-1. مباراة العودة انتهت بفوز أيضا فريق روما في روما على فريق ميلان 2-1، ليصعد فريق روما لدور قبل النهائي بمجموع المباراتين 3-1. المباراة الأخيرة اللي اتلعبت في هذا الدور معانا مباراة فريق ليفركوزن الألماني وفريق وست هام الإنجليزي، وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليفركوزن الألماني في ألمانيا 2-0. مباراة العودة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، عشان يصعد الفريق الألماني فريق ليفركوزن الألماني إلى دور قبل النهائي بنتيجة المباراتين 1-3. يبقى الفرقة اللي صعدت لدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي أتلانتا الإيطالي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، روما الإيطالي، ليفركوزن الألماني. دلوقتي هنعرف موعد مباريات الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي. أولمبيك مارسيليا الفرنسي هيلاعب أتلانتا الإيطالي يوم الخميس 2/5 الساعة 10 مساء. المباراة التانية معانا روما هيواجه ليفركوزن، روما الإيطالي هيواجه ليفركوزن الألماني، باير ليفركوزن الألماني يوم الخميس 2/5 الساعة 10 مساء. عندنا وقت هنعرف مباراة العودة في هذا الدور. ليفركوزن الألماني هيلاعب روما الإيطالي يوم 9/5 الساعة 10 مساء. المباراة التانية أتلانتا الإيطالي هيواجه أولمبيك مارسيليا الفرنسي يوم 9/5 الساعة 10 مساء. توقعاتي لنتائج مباريات دور قبل النهائي من البطولة: أولمبيك مارسيليا هيكسب أتلانتا الإيطالي، أولمبيك مارسيليا فرنسا هيفوز على أتلانتا، وفريق ليفركوزن الألماني هيفوز على روما الإيطالي. دي توقعاتي لمباراة هذا الدور. مباراة دور النهائي هتتلعب يوم 22/5 تبقى الساعة 10 مساء. في الفيديو بتاع النهاردة عرفنا نتائج مباراة دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، وعرفنا الفرق الصاعدة إلى دور قبل النهائي، وعرفنا كمان
مواجهات دور قبل النهائي، مواعيد المواجهات، وكمان قلت لكم توقعاتي بالنسبة للفرق اللي أكبر، يعني اللي حظها أكبر في الصعود إلى دور النهائي. وعرفنا كمان موعد المباراة النهائية من البطولة. أنا خلصت كده. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة، ضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد أنا أعمله يوصل لكم. شكرا لكم.